بندور عليها طول السنة، وأول ما نلاقي الأكلة دي على طول ما بنفكرش، كلنا لازم نجيب. وأول ما ناكلها بننور، هننور يا مساء الأنوار، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي بينا نطبخ مع حنان واحدة فلفل أخضر سبايسي بقى بارد مفيش مشكلة. طيب ده التوم الاخضر خدت منه كده كام فص، 3 فصوص ولا حاجه. نزلت بالتوابل بابريكا وملح وكمون وكزبره وكاري وفلفل اسود، بس كل حاجه ربع معلقه. وعصره نص ليمونه كده، ليمون القضاليا ده كبير، نص بس، لو الصغير خدي واحده. اضربهم بقى كلهم، قلنا خل ومعلقه خل كمان. اضربيهم بقى كده كلهم اهو بالهون ودقيه. معايا البساري، معايا كيلو بساريه، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. غسله ايه، ما فتحتش عليه الحنفيه، بملى كده بملى بلاستيكيه تكون مسطحه كده مش غويطه قوي عشان انضفه. وبشيل راسه، مش راسه، بشدها كده من بطنه واحط اغسله. بغسله ازاي؟ اغطس في الميه واشيل بايدي، ما رضيتش اطول عليكم بس انا بشرح لكم اهو. الخلطه وبسيبها في المصفى الصفه. والخلطه اللي احنا عملناها هقلبها بالراحه. بس البساريه بتاعتنا حلوه وجميله. طول السنه بدور عليه، طول السنه اول ما بلاقيها ما بترددش وجميله وفي متناول الايد ونقدر نجيبها. وكلها احنا بنعمل جمبري، احنا مش بنعمل بساري. ده الجمبري الغليظ، لا جمبري بتاعنا احنا حلو، احنا عاجبنا وزي الفل. طيب كان عندي حبه بقسماط كده خلطه من اللي هو كنت عامله بانيه، وده فاضل منهم شويه. لو عندك حبه بقسماط، لو ما فيش الخلطه دي اوكي، على حبه دقيق وفي كيسه، ورجته بقى كده زي ما انتم شايفين. وهنخله في المصفى بقى، هعمله كده حلو قوي كده يعني كده بترد كده ببعضه. وهاخد تاني الدقيق اللي هو نازل، بتبقى جميل على زيت غزير. وهقول لكم السر، نزلت بمعلقه نشا، ده السر بقى. ولا الزيت بيخلص والقرمشه، وكمان ما بيبقاش فيه زيت خالص. اول ما نقلي بصوا الزيت ولون الزيت، اصلا الزيت كان غامق. هو انا كان اول مره بس هو الزيت كان غامق. واول ما حطيت لون معلقه النشا، بصوا الزيت عمل ازاي. نزلت بقى بكميه كلها جنب بعضها البساريه، وعلى نار عاليه ما المسهاش غير لما تاخد لون اهو. بصوا بقى اهو، اخدت لون من الجنب بقى، من الجنب المعلقه مش في النص. واروح مقلبه كسرها وعجنها، لا اول ما تجف معانا وتمسك نفسها كده، لانها هي حنينه وهي ضعيفه، عايزه بس معامله بالراحه بشويش اهو. بص بقى، اول ما تاخد لون الذهب الحلو الكهرمان ده في مصفى بقى وطلعيه. لو لقيتي نقطه زيت بعد معلقه النشا ده في الزيت، يبقى لك الكلام. ولا نحط بقى في الدقيق ولا اي حاجه، انت حط بس هنا في معلقه الزيت في قلب الطاس اهو. انزل اهو، هخلص بقى الكميه والزيت زي ما هو، ولا الزيت بيتشرب ولا بيطلع نقطه زيت واحده في البساري زي ما انتم شايفين كده. مش هتكلم كتير عشان كل اللي بيدخلوا يكتبوا يقول لك انت بتلوك كتير وبتعملي استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهدي.